رمضان مبارك كريم، الله يدخلوا عليكم بالصحة والسلامة وباش ما كنتمناو ان شاء الله يا ربي. اليوم جيت نشارك معكم واحد الكاليط راه كيجي واعر، الا جربتوه غتولي الوصفة المعتمدة عندكم. وبما ان الوليدات كيملوا الكاليط العادي فانا قلت علاش ما نخرجش بالبوق ونجرب. ولكن راهم فعلا جاو رائعين وحماقوا عليهم بناتي بزاف بزاف، وحتى الشكل جا مختلف. فواحد لوبول غادي نديرو كأس ديال السكر سنيده، كاس لاروب يعني كاس معامر الشلفم ديال الزيت، واحد جوج بيضات اللي هما يا كاملات، وابيض بيضه، والصفار غنحتفظ به حتى الاخير باش ندهن الكاليط ديالي. غنضيف قبيصه ديال الملح، شاسيه ديال الفاني اولا ديال الزهر، اي نكهه بغيتو. غادي نضيف واحد المعلقه كبيره عامره مزيان ديال العسل اولا ديال المربى ديال الحلويات. انا هنا درت المربى ديال الحلويات، الا عندكم العسل قدروا تستعملوه ماشي مشكل. كيجي واعر وكيعطي واحد البنه مختلفه للكاليط ديالنا وواحد الهشاشه. اول حاجه غادي نبدا بها، غنضيف كاس ديال الفورس اللي غربلته من قبل مع جوج شاسيات ديال الخماره ديال الحلوى. من بعد غنضيف الكأس الثاني وغنضيف الكأس الثالث، والكؤوس الرابع والخامس غنبقى نضيفهم بالتدريج. في المجموع احتاجيت 5 الكيسان ديال الفورس مع جوج خمارات. العجينه ديالي خاصه تكون رطبه، ما تكونش قاصحه نهائيا، حيت قد ما قصحتوا العجينه قد ما الكاليط غيجي قاصح وحالته حاله. دائما العجينه قلبوها بايد نقيه، ملي تبان لكم صافي راها تجمعات وما بقاتش كتلصق في الايد ولكن باقا رطبه، كتحسوا بداك الزيت كيتطلق فيها، فراها موجوده. الفران ديالي خاصو يسخن من قبل. غادي ناخذ الكاليط ديالي، من بعد ما نجمعو ما نعجنوش غير كنجمعو، غنديرو في واحد البلاستيك غذائي باش ما يقصحش ليا على ما نشعل الفران ديالي ونوجد اللاطه دهنوها بالزيت اولا ديروا ليها ورق الزبده. غتاخذوا ديروا كويرات، انا درتهم شويه كبار باش تديهم بنتي معاها للمدرسه، هكا كاليطه كبيره يعني كتشبعها. صافي من بعد غادي ندير وحدين عاديين هكا دايرين ونحطهم في اللاطه. من بعد مني نسالي الكميه كامله غنقرصهم واحد شويه بايدي. الشكل الثاني غناخذ هذاك البوق الكبير اللي كنديروا به الحلوى تاع البوق المعروفه، غادي دهنوه بشويه ديال الزيت تفاديا باش ما تلصقش لكم العجينه في البوق. صافي وغادي نديروا واحد الكره وتخشيوها وسط من هذاك البوق وتبقاو كتوركوا بصبعكم، كيخرج لكم واحد الحريبي اللي هو طويل واحد شويه، كتقطعوه وكتلويه، كتجمعوا الطراف بيناتهم اولا كديروه داير، كيرجع لكم الاختيار، راها ساهله، غير داك الخويط كينزل كتجمعوه وصافي. من بعد غناخذ صفار بيضه مع شويه ديال الخل، غير قطرات ديال الخل مع شويه القهوه سريعه الذوبان، وغنخلطهم وغادي ندهن الكاليط ديالي اللي داير بكميه مزيانه، وغندير ليه واحد الزواق هكا بالفورشيط عادي، الزواق ديال الكاليط العادي. وداك شويه البيض اللي غيبقى ليا غادي ندير غير رشيشات هكا خفيفين على الشكل الثاني، تقدروا حتى هما ديروا ليهم كميه مزيانه، كيرجع لكم الاختيار. كندخلهم الفران، كنقص الفران ديالي وكنخليهم كيطيبوا على بوطه اللي هي مهيله حتى كيبانوا لينا انه تحمروا، وتنخرجوهم. الكاليط ماشي خاصو تحطوا ايديكم تيبوه صافي قصاح عاد تقولوا راه طاب، لا، غير كيتحمر صافي تتخرجوه. من بعد مني تيبرد فراه كيجمع راسو، ولكن راه كيجي هشيش، ما تكتروش ليه الطياب باش ما يجيش قاصح. صافي كنخرجو من الفران، كنخليه حتى كيبرد تماما وكنحتفظ به فواحد البواطه، نخليه غير خارج الثلاجه، ما كنديروش في الثلاجه، كيبقى معايا حتى 10 ايام 15 يوم، قد ما طوال قد ما كيجي رطب وواعر، يعني ماشي تقولوا غادي طوال لا كيخسر، بالعكس كيجي يرطب ويهشاش. وهذه هي الوصفه ديال اليوم. انا ما شاركت معكم حتى شي حاجه البنات لرمضان، لانني ما عنديش هذيك الفكره ديال انني كنبقى نصايب ونخزن في الفريكو، لا، كل نهار ونهار. رمضان راه ماشي ديال الماكله، الواحد يجوع ويتفكر الناس الاخرين اللي مساكن ما عندهمش، ويشوف اشنو واقع في فلسطين وفي غزه مساكن، الكميه ديال المجاعه اللي كيعيشوا. ماشي بنادم خزن خزن خزن، اشنو الفائده؟ المهم هو الانسان اللي ما كيصليش يولي يصلي، اللي ما كيقدرش يصوم يولي يصوم، يكثروا العبادات، الواحد يسول في العائله حتى الشهيه راها مهمه، واخا كما كانت العائله الواحد يحاول يسول يدي شويه ديال الاجر. الحاجات اللي ما كنديروهمش خارج رمضان نحاول الواحد انه يولي يديرهم في رمضان، قراءه شويه القران، الواحد ينوض يصلي الفجر، بزاف د الحوايج ابار على الماكله راه بنادم كياكل كيصايم كيما صايمش. مني تنوضي قادي امورك، ديري شهيوات هكا غير خفاف، ما كاين لاش واحد كيبقى يكثر في قوه الشهيوات، حاجه وحده ولا جوج حاجات باش حتى حاجه ما تضيع. وهادشي اللي كاين، يعني البنات رمضان نستافدوه للعباده ماشي للطياب وخاصني نخزن وندير ونفعل، لا هذاك الشيء لا علاقه البنات. راه
ما عرفتش شكون اللي اخترعت هاد الفكرة ديال تبقاو تصايبوا وتخزنوا ديروا في الفريغو، راه لا علاقة. الله يسمح لينا والله يغفر لينا ومبروك